السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن حاجة مهمة جدا ووجعتني جدا. مجموعة من الأطفال والمراهقين في بيت عيلة، واحد فيهم اتعرض لإباحية. قرر وهو بيلعب إنه يشارك مع أولاد عمه وولاد عمته السلوك اللي هو بيعمله. وطبعا الأطفال لأن عندهم فضول عجبهم ده، واللي رفض منهم تم تهديده انك مش هتلعب معانا. كانت النتيجه كل الاطفال والمراهقين في البيت ده كانوا بيلعبوا العاب جنسيه، ووصلوا لمرحله سيئه جدا وقعدوا وقت طويل ما حدش يعرف عنهم حاجه. ليه؟ لان احنا لما بنتجمع مع بعض في التجمعات العائليه ما بنحبش دوشه الولاد، فالولاد بيلعبوا في مكان لوحدهم مقفول محدش عارف هما بيعملوا فيه ايه. والقصه دي كانت صعوبتها في ان احنا مش عارفين نفصل الولاد عن بعض، لان ده بيت عيله. هتقول لمين ما يلعبش مع مين، ما يتكلمش مع مين. زائد ان احنا بيبقى عندنا شويه قوانين في بيوت العيله اللي منها ما ينفعش ان احنا نمنع الولاد عن بعض. حقيقي كان العلاج صعب جدا، وده اللي احنا بقى بنقوله. فاحنا محتاجين في تجمعات العيله ان الاطفال ما يلعبوش في مكان لوحدهم، وان لازم يكون في حد كبير متواجد. دي نقطه. والنقطه الثانيه المهمه جدا اللي هنستخدم فيها تعاملاتنا مع الصيام وآداب الصيام فيها هو الحدود. احنا في الصيام ما ينفعش نفطر قبل المغرب بثانية. نفس الفكرة الطفل محتاج يتعلمها، ان حدود جسمي ما فيهاش اي استثناءات، ما فيهاش حاجة اسمها ده بيحبك او ده قريبك او ده حد كبير لازم تسمع كلام. الطفل محتاج يتعلم الحدود زي ما ربنا علمنا في الصيام حدود الوقت وحدود المكان وحدود الجسد. كلها مهارات مهمة جدا محتاجين نعلمها لولادنا عشان يعرفوا يحموا نفسهم، وعشان احنا كمان ما نرجعش نحس ان تجمعاتنا الجميلة اللي احنا بنحبها اصبح فيها ضرر كبير لولادنا. احنا كمان عايزين نتعلم الحدود. ممكن نبقى جيران وممكن نبقى اهل في بيت واحد، لكن لازم نحافظ على حدود ولادنا ولازم نحافظ على حدودنا احنا كأسر جوه البيت.